السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم فيتو بيحيي كل إخواته. يا مساء السعادة وروقان على كل متضايق وزهقان، يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين وأشوفكم دايما فرحانين وفي كل نجاحاتكم منتصرين. قولوا يا رب آمين. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، آخر المرسلين، شفاعنا يوم القيامة إن شاء الله. طبعا أنا النهاردة جاي أتكلم عن الحاجة الساقعة، والحاجة الساقعة شركة بيبسي. طبعا شركة بيبسي بتعلن إن هي من 1/11/2024 إن هي هتزود سعر الكنز، الكان يعني أو الكنزاية أيا كان المسمى بتاعها، 2 جنيه 75 قرش، يعني 3 جنيه إلا ربع. يا باشا، يا باشا احنا ما بنشتركمش، احنا مقاطعينكم. اللي بيروح يشتري من عندكم بقى يعني هو كفيل بنفسه قدام ربنا، يعني قدام رب العالمين. احنا نصحنا وكلمنا، واللي فيهم يعني ما عندوش دراية بالموضوع او عرف، لو انت مصمم انك انت تروح تشتري من عندهم اشتري. يعني هم حبوا يستفزوك وقال لك خليك عطشان، وقعدوا يرخصوا فيها. يعني هي لو ما كانوش متضررين من المقاطعة ما كانوش هيقللوا في الأسعار، وما كانوش هيجيبوا فنانين مفروض يعني كانوا قدوة عندنا زي محمد صلاح وعمرو دياب وقصي بتاع السعودية بتاع اللي بيغني الراب، وناس تانية كتير. فأنا من رأيي إن كمل مقاطعة يا باشا. المقاطعة بتأثر فيهم. دليل خليك عطشان. لا انت يعني دي مية حاجة ساقعة، مية غازية يعني، مش هي الحياة يعني. ما تفكرش ان هي مية زمزم، دي حاجة ساقعة يعني كماليات يعني، ترفيه يعني. اشتريها ما اشتريهاش انا حر. بعدين الايام اللي جاية يا باشا ما عادش في حد هيجيب حاجة ساقعة. اه يا باشا، يعني الناس خلاص يعني جيوبها فلست، الناس فلست. فاللي يروح يشتري حاجة ساقعة ده واحد يا اما من ايجيبت، يا اما واحد ابن ماما، وهما الاتنين واحد يعني. فابن ماما هو اللي بياخد المصروف من مامته يعني، او من امه، او من اللي جابته الحياة يعني. ومن ايجيبت اللي هما يعني بيصرفوا 1000 جنيه في الفطار يعني. و1000 جنيه دي يعني حاجة بالنسبة لهم ايه، زي 10 جنيه عندنا. والله ناس معزولة عن الواقع خالص. وبعدين يعني انت لو مصمم انك انت تشتري منها، طب اهو بيخلصوا على اخواتك. اذا كنت مسلم او مسيحي، هم بيخلصوا على اخواتك. في مستشفى المعمداني بيخلصوا على اخواتك الاطفال، بيخلصوا على اخواتك الناس الكبار في السن، بيخلصوا على اخواتك اللي هم البنات، بيخلصوا على كلهم، كلهم. انت مبسوط إذا كنت بتشجع يعني ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة. هو صاحب القوة ذات نفسه بيقولوا إن هو يعني راح، اللي هو إيه، عملوا منه كفتة. وطبعا انتوا فاهمين كلامي بقى عشان اليوتيوب. اللهم موفق والمستعان. يعني انتوا لو مصممين تكملوا في الموضوع ده والاستفزاز ده والابتزاز ده، كمل يا باشا. شيل وزرك، شيل وزرك بس. اعمل حساب لما تقف قدام ربنا ويسألك انت عملت ايه لاخواتك اللي كانوا بيحصل لهم. هتقول لهم كنت بشتري حاجات بيتم دعمها للي ما يتسموش عشان يروحوا يجيبوا معالق بيها ويخلصوا بيها على اخواتنا. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، وراك في تعليق، شير، وبس كده يا باشا. ومعلش الفيديو مفهوش ضحك ولا، واغلب الفيديوهات اللي ممكن قبل كده وبعد كده ممكن ما يبقاش فيها ضحك، عشان يعني يعني مش هرقص على جثث الموتى، مش هرقص على الاحزان يعني. كفايه ان الواحد يعني بيحاول ان هو بقصارى جهده ان هو يدعي لهم، ان هو بيقاطع المنتجات، بيحاول ان هو يتكلم عليهم، لعل عسى ان دي تشفع علينا يعني. يلا اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام يا اخواتي.